جيت اشتري البرطمان الصغير لقيته ب60 جنيه. قلت لهم والله ابدا هعملها لكم في البيت. جبت كيلو فراولة وحطيت عليه نص كيلو سكر، بس هو ده كل المكونات. هتعملي احلى مربى فراولة. وتعالي اقولك على اسرار اول مرة تعرفيها. هتطلعي مربى الفراولة بالجمال والحلاوة اللي انت شايفاها معايا دي. يا سلام بقى مع سندوتش فينو كده او حتة توست كده، مش قادرة اقولك تحفة. ايه رأيكم في الجمال ده؟ بجد طعم وريحة ولون احلى من الجاهز وتحدي. يلا حبايب قلبي كده بعد ما تشوفوا الفيديو ما تبخلوش علينا، لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد. يلا نقول بسم الله ونشوف الفيديو. يلا بقى خدي قمطة كده وجربي، ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ شايفين الجمال؟ واقفين عايزين السندوتشات تحفة. يلا نقول بسم الله ونصلي على الحبيب وندخل نشوف الفيديو. اول حاجة ومبدئيا كده، طبعا انا معايا كيلو فراولة. الفراولة بتقطفيها وبتغسليها وبتنضفيها. لازم تشيلي الوردة بتاعتها او العنق بتاع الفراولة ده، بتقطعيه بالسكينة. بتغسليها كويس جدا لان بيبقى فيها رمل. اغسليها حلو وصفيها. وبعد كده بجيب بقى حلة زي ما انتم شايفين، وتعالوا بقى نقطعها حتت صغيرة. انا عن نفسي بحب الفراولة بتاعتي تبقى ناعمة المربى. بحبها ناعمة بيور كده. لو انت عايزاها تبقى قطع ممكن تقطعيها شرايح زي ما انا مورياكي كده. انا بقى بص بقطعها صغير علشان انا بحبها تبقى ناعمة شوية. وسلام لو عندك هاند بلندر ممكن بعد ما تخلصي تديها ضربة واحدة صغيرة كده، تبقى ناعمة جدا جدا معاكي. هقطع الكمية دي كلها زي ما انتم شايفين كده قطع صغيرة. وتعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. بعد ما قطعت الكمية كلها يا بنات بنفس الطريقة، هضيف ده زي ما قلت لكم ده كيلو من الفراولة. هضيف له ايه؟ الكيلو بياخد نص كيلو سكر. لو عندك ميزان في مطبخك ممكن هتوزني بيه. ده كيلو سليم انا لسه فاتحاه فانا عيرت كده. قسمت الكيس واخدت نصه بالظبط. بس كده بصوا بوريكم ان انا اخدت نص الكيس بتاع السكر. ده كيلو اخدت النص. ده كيلو الفراولة عليه نص كيلو سكر. هقلبه كويس كده حلو بالمعلقة او بالسباتيولا. وبعد كده هدخله التلاجة. لو انت هتعمليها مثلا مش مستعجله عليها ممكن تبيتها لتاني يوم الصبح في التلاجة. انا مبيتهاش ولا حاجه. انا قلبتها كده وسبتها حوالي ساعتين بالظبط، لان هي ما شاء الله ممكن بعد نص ساعه او ساعه هتلاقيها نزلت الصوص بتاعها اللي انتوا شايفينه معايا ده دلوقتي. بصوا انا مش حاطه ميه ولا اي حاجه والله. هي نزلت الصوص بتاعها كله خالص لما حطيت عليها السكر. وركنتها شويه طبعا. دلوقتي يلا نرفعها على النار. اول ما برفعها على النار بتكون النار عاليه خلاص. وبعد كده اول ما بتغلي كده وتحسيها ان هي بتطلع فوران بتفور كده وبتطلع رغاوي بهدي عليها النار. اهي بصوا كده غليت معايا حلوه قوي. شايفين الرغوه اللي على الوش دي كلها هشيلها. بصوا اهي بس مش دلوقتي طبعا. اول ما تغلي غلوتين 3 كمان بعد كده هبدا المها بالمعلقه واشيلها في طبق. اهي بصوا. اهم شيء تشيلي الرغوه دي ما تسيبهاش على وش المربى. عايزه المربى بتاعتك تكون كويسه وتعيش معاكي فتره طويله. اعملي زي ما انا بعمل كده، بتشيلي الرغوه اللي على الوش دي. كل ما تفور وتغلي وتعمل الرغوه دي بتشيليها لغايه ما المربى تروق معاكي تماما الوش بتاعها ما يبقاش عليها اي رغوه خالص. بس هبدا بقى اهدي النار واسيبها تستوي على نار هاديه. مش هاديه قوي يعني نار متوسطه. الله مش قادره اقول لكم على ريحه الفراوله، بعشق ريحه الفراوله. ريحتها تحفه. بس كده. ولا اسهل من كده فيه والله يا بنات. ما تشتروش حاجه خالص من بره. هتعملي في البيت اوفر والكميه اكتر طبعا. بصوا خلاص كده. بصوا بدأت هي كده خلاص قربت تدخل على سوا. هلم كل الرغاوي اللي على الوش دي وهيبقى حاجات بسيطة جدا. اول ما بتنزلي بقى بالمكون اللي بعد كده اللي هو هيبقى مادة حافظة معانا، هتبصي تلاقي مفيش اي رغوة على الوش خالص. كل ما بتغلي وبتفور بتشيلي انت بقى الرغوة دي. اهي واحدة واحدة كده وبتشيليها بالمعلقة. اهي بصوا جبت بقى معلقة معدن عشان اعرف الم بيها كويس. بس كده زي الفل قوي. بس خلاص كده بقول لكم ان انا خلاص كده شلت كل اللي عليها.
معايا بقى نص ليمونه. خلاص هعصر، هاخد الميه بتاعتها فقط لا غير. ما تاخديش التفل بتاع الليمونه، الميه بس نص ليمونه بالظبط، لان انا عامله كيلو علشان ما تبقاش فيها طعم الليمون ومزازه الليمون معاكي. هي نص ليمونه بس، دي بتبقى الماده الحافظه بتاعتي. بعد ما بحط نص الليمونه هتغلي غلوتين كده وهنعمل لها اختبار. عملتي الاختبار مره ولقيتيها لسه مستوتش يبقى تستني عليها شويه. عملتيه كمان مره ولقيتيها استوت يبقى هتطفي النار على طول. تعالوا بقى اوريكم الاختبار تعرفي ازاي المربى بتاعتك استوت وهتبقى كويسه جدا زي اللي بنجيبها من بره، بل احسن كمان. تعالوا بقى اوريكم الاختبار. بس كده خلاص. تعالوا بقى بصوا، جبت بقى الهراسه اللي هي بتاعت البطاطس العاديه اللي في كل مطبخ. انا بحب المربى بتبقى ناعمه شويه، ما بحبهاش تبقى قطع كبيره. جبت الهراسه واديتها هرستين كده، بصوا نعمت وبقت لونها تحفه. ايه رايكم في الجمال ده؟ لو عندك هاند بلندر ممكن تكايه واحده كده بسيطه او تكايتين بالهاند بلندر وخلص الموضوع. يعني ما توقفيش على حاجه، الموجود عندك في المطبخ اشتغلي بيه. تعالوا بقى نعمل اختبار للمربى. بصوا بصابعك بقى في النص كده، انتي قسمتيها من النص، لو الجنب ده جه على ده يبقى المربى بتاعتك لسه ما استوتش. بصوا تمام قوي كده زي الفل. انا طفيت عليها النار، المربى بتاعتي الاختبار حلو واستوت وحلوه جدا جدا. هطفي عليها النار وهنسيبها بقى ايه لما تبرد. بص بعمل لكم الاختبار على ظهر المعلقه برضو. بصوا حاجه كده بجد تحفه. جربوها يا بنات، قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وربنا يحسن ما بنات ايديكم وتعملوا احسن مني. كده خلاص المربى زي الفل، نسيبها تبرد وتهدى وبعد كده بقى تعالوا نحطها في البرطمان. بصوا بقى بعد ما المربى ما بردت وهديت تماما، تعالوا برضو هوريكم المربى. بصوا اللهم بارك تحفه. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، والله دي مصداقيه يا جماعه. والحمد لله يعني عشان يبقى ايه الكل مصدق، يعني الحاجه معموله ب10/10. وعملت اختبار تاني بعد ما بردت اهو. ايه رايكم؟ يلا بقى معانا البرطمان بتاعنا نضيف وناشف جدا ما فيهوش ولا نقطه ميه. خلاص هبدا بقى اعبيها واحده واحده كده في قلب البرطمان. ولو عندك علبه تلاجة ممكن تحطي فيها بغطا، لان طبعا ده مش كتير قوي يعني انت هتستهلكي منها كل يوم لاولادك في الفطار. ممكن سندوتش بفينو كده في العشاء مع كوبايه شاي بحليب زي الفل قوي. بس كده خلاص هعبي البرطمان بتاعي. زي ما قلت لك اهم شيء برطمانك اللي انت هتعبي فيه او العلبه تكون ناشفه تمام. منديل مطبخ بقى كده وبظبط الدنيا من بره. بس وفاض شويه بقى فضيتهم في طبق كده صغير. بصوا ايه رايكم؟ تحفه يا بنات. شويه اللي في الطبق دول حطيتهم بقى كده، هنعمل منهم سندوتشات دلوقتي هياكلوها. شايفين في قلب السندوتش عامله ازاي؟ انتوا متخيلين ان البرطمان ده ممكن يعمل كيلو وممكن ازيد من كيلو؟ يعني البرطمان الصغير اللي هو النص كيلو ب60 جنيه او ب65 جنيه دلوقتي، وعلى حسب. وفي محلات وسوبر ماركت بيبيع اغلى من كده على فكرة. يعني الموضوع كله كيلو الفراولة ب10 وب15. خلاص نص كيلو سكر ب15 يعني 30 جنيه. عملت الكمية دي كلها اللهم بارك. يعني بجد اعملوها في البيت لأولادكم. زي ما قلت لك كيلو الفراولة بياخد نص كيلو سكر ونص عصرة ليمونة بس. هو ده كل الموضوع. يا رب يكونوا بتطلعوا من فيديوهاتي مستفيدين. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا كلها. انتظروني في فيديو جديد. استودعكم الله. سلام عليكم.